بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة في الفيديو رقم 4. كنت كلمتك في الفيديو اللي فات إن إحنا قلنا في حاجة اسمها نيتيف. معلش الماوس مش أفضل حاجة يعني. نيتيف، وفي حاجة تانية اسمها كروس. هو الاس بتتكتب مش أفضل حاجة، ما علينا، خلاص اعتبر دي كروس أو دي نيتيف. ده الكروس بلاتفورم عشان ما اضيعش وقتك، بس خليها كده. طيب، احنا قلنا ان النيتيف ده هو اللاعب الناشئ بتاعك اللي انت ربيته من صغره، ان هو يفضل موجود معاك على طول، ما يعني ولا ليك، بيديك بأقصى قوة عنده. وقلنا ان الكروس بلاتفورم ده هو اللاعب المحترف اللي انت جبته، مفروض ان هو كويس قد اللاعب الناشئ بتاعك، وممكن يزيد عنه في حاجات بسيطة، يعني متميز ان هو بيلعب في اكتر من مكان، الحاجات دي يعني. فتعالى نوضح ده بالنسبة للبرمجة. انا بوضحه لك ده مثلا بالنسبة للكورة، فتعالى بقى نتكلم اكننا بنتكلم عن البروجرامينج يعني. النيتيف هو كده كده مدعوم من جوجل، فبيخدمها قوي. وزي ما قلنا ان مشكلة عندها موضوع الاحتكار والحاجات دي، فده بالتالي مخليهم مهتمين قوي بموضوع النيتيف. قلنا النيتيف ده جافا. طيب النيتيف ده عشان هو ابن النادي وولاؤه للنادي اكتر والكلام ده كله، فهو بيعمل بيأكسس بشكل حلو قوي على كل حاجة في الموبايل. 2، بسهولة جدا بيوفر في الميموري بسهولة. تخيل بسهولة أوي إن هو يقدر ياخد حاجات معينة كده، ما يعملش مشكلة في الميموري. طيب، يأكسس على البطارية، ما يستهلكش كتير، يأكسس على الكاميرا، يأكسس على النتورك، كل ده بالإيجابي. فدي كلها مميزات موجودة في النيتيف. طيب حلو قوي. ايه بقى المميز او ايه اللي يخليك تستخدم البلاتفورم طالما ان هي فيها الحاجات دي؟ تعال اقول لك ايه اللي يخليك تستخدمها. زمان ما كانش الوضع كده، لكن دلوقتي الوضع بقى كده عادي، بقى زيه زي النيتيف بنسبة كبيرة قوي. ما كانش يفوق عليه في حاجات معينة، يعني بدأ يعني قوته كويسة قوي ان هو يأكسس على الجهاز كله، فبالتالي تبقى الدنيا افضل بكتير. 2، هي مدعومة من جوجل، دي برضو حاجة كويسة قوي. 3، هي بتقدر تاكسس على الميموري، تقدر تاكسس على البطارية، تقدر تعمل اكسس على الكاميرا. فده كله اداك اللي انت عاوزه. الكروس بلاتفورم كبر قوي لدرجة ان هو بيتطلب عليه اكتر شوية حلوين من النيتف. ليه؟ لانه بيخدم في كذا منطقة. زي ما قلنا ان هو بيخدم في الاي او اس، بيخدم في الاندرويد، يا عم ده اهو الدي اهي، بيخدم في الويب، بيخدم في الويندوز، فبيخدم حلو والراجل شغال ممتاز. فخلاص فهمت الفكرة. ليه انا بقى ما اعتمدش على الكروس بلاتفورم؟ طالما ان كده كده في دعم كويس، بيعرف يعمل اللي بيعرف يعمله النيتف، وكمان مش بس كده، لا ده بيعمل حاجات اكتر. هنا بقى اتولدت البلاتفورم، ومن وقتها اتولدت فلاتر. في اتولدت فلاتر من وقت ما جت فلاتر، والبلاتفورم كل يوم هو بيبقى احسن من النيتف. عشان محدش يزعل في الكلمة، لكن هو ده الواقع، ان هي بقت كويسة اوي وبقت بتخدم جامد اوي. فخلاص احتياج النيتف قل شويتين تلاتة. بس ما بقدرش اقولك ان احنا هنستخدم فلاتر في كل حاجة، لا، هي في جزء الموبايل شغالة ممتازة. ده اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. لحد هنا انا خلصت الفيديو بتاعي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم اكتر ليه احنا ممكن نتعلم فلاتر. بس فلو عندك اي سؤال، اي استفسار، اي حاجة بتفكر فيها، ابعتلي كده. احنا عندنا جروب على الواتساب بنتكلم فيه وبنساعد بعض فيه، وبقدر هناك اتابع اكتر يعني. بس فابعتلي هناك يعني. انا كده خلصت الفيديو ده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.